اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب، والنهارده هنراجع روايه الحبيسه بين قوسين باليرينا الشرق وهي الجزء الاول، وروايه قيود حره وهي الجزء الثاني من روايه الحبيسه. الجزئين من تاليف الكاتبه وسامه السعيد الاشقر، ومن إصدار دار إبداع للنشر والتوزيع. والطبعة الأولى من رواية الحبيسة صدرت عام 2023، والطبعة الأولى من قيود حرة صدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024. وتقدروا تشتروا الروايتين من جناح دار إبداع، وهو جناح B24 في قاعة واحد. وعدد صفحات رواية الحبيسة هو 288 صفحة، وعدد صفحات رواية قيود حرة هو 389 صفحة. وغلاف الروايتين من تصميم مروة صلاح. وحابب انوه ان طبعا المراجعه دي ما فيهاش اي حرق لاحداث الروايه ولا الجزء الاول ولا الجزء الثاني، ومن هنا ممكن نروح لملخص القصه. احداث روايه الحبيسه بتبدا مع باليرينا، والدتها ايطاليه وهي كانت عايشه معاها، ولكنها بتقرر ترجع تاني لوطنها خوفا من المجتمع الغربي. ولكن القرار ده يمكن ما كانش افضل حاجه بالنسبه لها، اولا لانها بتواجه صعاب كتير جدا في التاقلم مع المجتمع الشرقي الغريب عنها، وثانيا لانها بتتخطف، بتتورط في جريمه قتل، وبيتم قتل والدها طمعا في ورثها. بعد حادثه قتل والدها في اراضي الصعيد، الجميع بيفتكروا ان هي كمان ماتت معاه، ولذلك بتلاقي نفسها محاصره كخادمه في بلده القتيل اللي هي متورطه في قتله. بتحاول ان هي تلاقي اي طريقه للهروب وانها ترجع تاني لايطاليا، ولكن هل هتنجح في الهروب ولا هيتم العثور عليها؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ ومن هنا نروح للمناقشه. طيب في البدايه خلوني اقول لكم ان روايه الحبيسه بجزئيها روايه بالنسبه لي غريبه شويه. قعدت فتره مش فاهم هي رايحه فين، مش فاهم هي عايزه تقول ايه، مشتت شويه. لكن بمجرد ما فهمت ووقفنا على ارض معينه انجذبت لها جدا، وبقيت متحمس فعلا اني اكملها لنهايتها. فخلونا نتكلم. قبل ما نبدأ بس محتاج اقول ان الرواية دي مقسومة على جزئين، والجزئين بيكملوا بعض، فلازم هنشتري الجزئين، ولذلك انا براجع الجزئين مع بعض، خصوصا ان القصة بتكمل بعضها، وان الروايتين مكتوبين بنفس الاسلوب ونفس كل حاجة. فالكلام اللي هقوله على مراجعتين واحد، فهنقوله على مراجعة واحدة وكأنهم رواية واحدة طويلة. الشخصيات في الرواية كتير شوية كعدد يعني، لان برضو احنا بنتكلم في نطاق عائلات ونطاق واسع شويتين. وهنا الكاتبة اتعاملت مع الامر ده بذكاء، وهو ان الكاتبة قسمت الشخصيات حسب اهميتهم في نطاق الاحداث. مش كل الشخصيات بنفس الاهمية، ومش كل الشخصيات واخدة نفس الاهتمام، ولا في التقديم ولا في التصميم ولا حتى في دورها في الاحداث. فكان الاهتمام الاكبر بابطال روايتنا، اصحاب التقديم والتمهيد والتصميم الاقوى. وبعد كده بنروح للشخصيات المساندة، واللي يعني نقدر نقول انهم ابطال درجة تانية، موجودين في الاحداث بقوة، ليهم دور كبير ومؤثر، بس هم واخدين خطوة لورا في الاهمية وبالتابعية في التقديم والتصميم. وبعدين عندنا شخصيات فرعية برضو بتاخد خطوة تانية لورا. ولذلك انا اعجبت جدا بفكرة الطبقات في الشخصيات دي. ساعدت على ان اولا مش كل الشخصيات تاخد نفس التصميم والتقديم بنفس الكم، وثانيا على ان انت كقارئ خلاص ادركت من البداية مين الاهم ومين الاقل اهمية. واللي عجبني هنا اني من مناصرين الطريقة دي. انا شايف ان الموضوع مش موضوع تقديم جيد وخلاص، كل شخصية تظهر نقدمها تقديم مفصل ودقيق علشان نثبت اننا بنعرف نعمل ده، لا، برضو حسب اهميتهم وحسب تأثيرهم على نطاق احداث روايتنا. وبشكل عام تقديم الشخصيات في الرواية كان جيد وما حسيتش معاه باي مشكله. السرد والتعليق والحوار في الروايه كانوا باللغه العربيه الفصحى الجيده جدا والمناسبه جدا للروايه. الحوار كمان كان واخد خطوه لورا في قوه اللغه، خلاه ابسط على القارئ. يعني دايما اغلب الكتاب بتختار علشان تبسط شويه من حده اللغه في اعمالها انها تكتب الحوار بالعاميه المصريه، ولكن فكره اننا نخفف من حده العربيه الفصحى في الحوار بدل ما نستخدم العاميه وناخد نفس النتيجه، وهي ان اللغه تكون ابسط شويه، دي عجبتني جدا. بالحركه دي حافظنا على ان اللغة كلها تكون عربية فصحى، وبشكل عام تكون لغة ذات جودة، وفي نفس الوقت خففنا من حدتها شوية على القارئ. وتخفيف حدة اللغة ده ساعد على ان ايقاع الاحداث في الرواية كمان يكون اسرع. هنا خلونا نقول ان الرواية بجزئيها تنتمي شوية لكونها رواية اجتماعية درامية فيها طابع جريمة. وفي الأعمال من النوع ده دايما بتكون الأزمة الكبيرة والتحدي الأكبر هو إيقاع الأحداث، وده لأنه بيكون موضوع شائك شويتين، أولا بسبب فئة الرواية زي ما قلنا، وثانيا بسبب حجم الرواية الكبير. احنا بنتكلم لو ضمينا الجزئين على بعض في أكتر من 700 صفحة،
ده تحدي كبير قوي، لان الملل او الرتابه هنا عامل زي الفيروس، لو دخل الروايه هيبوظ كل حاجه، ولذلك الكاتبه استخدمت ايقاع الاحداث السريعه في التغلب على الموضوع ده، وبالتالي انت هتقرا روايه والجزئين من غير ما تحس باي مشكله في موضوع الملل. بالفعل احداث الروايه مثيره جدا للاهتمام، مش بس لانها مكتوبه كويس جدا، ولكن كمان ادخال عنصر الجريمه في الروايه بيخلي فيه معدلات ترقب واثاره وتشويق جيدين جدا. مش هقدر اقول انهم مرتفعين قوي، وخاصه ان الكاتبه كانت احيانا بتسيب الخط ده لفتره طويله قبل ما نرجع له تاني، ولكن مجرد وجوده واستخدامه في حد ذاته ساعد الروايه على انها تكون امتع وانك تعوز تخلصها اسرع، فدي حاجه احيي الكاتبه عليها. تسلسل الاحداث كمان كان جيد، التنقلات جيدة والقطعات ممتازة، كانت دايما في اوقات مناسبة واماكن مناسبة، فبشكل عام محتاج اقول ان الكاتبة استخدمت كل ادواتها ومهارتها في انها تبعد عنك كقارئ اي معدل ملل او رتابة. استخدمت عناصر كتير علشان توصل لده، ومن وجهة نظري هي نجحت في انها تعمل ده. يمكن ما عجبنيش شوية في الرواية بعض الاحداث الدرامية الزيادة عن اللزوم، وبعض الاحداث اللي كانت محتاجة تمهيد احسن شوية او محاولات اقناع اكتر شوية، لان الاحداث دي وقعت شوية في فخ الملائمة. ولكن بشكل عام الموضوع ده بيكون أذواق، ممكن حد تاني يقتنع بالحاجات دي أو يحب الفصول الدرامية الزيادة. نهاية الرواية جيدة جدا ومناسبة جدا لأحداث الرواية. وأخيرا وليس آخرا، غلاف الروايتين حلو جدا، وعجبني قوي إن الغلافين واخدين نفس النمط، تسويقيا دي حاجة ظريفة جدا. ومن هنا نروح للتقييم النهائي. رواية الحبيسة بجزئيها رواية جيدة جدا يا جماعة. الرواية فيها أحداث كتير جدا، وزي ما احنا عارفين كل ما الرواية تطول وتزيد أحداثها كل ما بيكون أكيد في عرضة لأنها تقع في أفخاخ أكتر، ولكن الحقيقة أنا شايف إن مشاكل الرواية مش كتير. الرواية طالعة بجودة كويسة جدا، ومشاكلها بشكل عام قليلة، وأحداثها مثيرة جدا للاهتمام. وتقييمي للجزء الأول وهو رواية الحبيسة، والجزء الثاني وهو رواية قيود حرة مجتمعين هو 8.5 من 10، وانصح بيها بكل تاكيد. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت تعملوا لايك للحلقه عجبتكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وهتلاقوا الاكونت بتاعي على فيسبوك في الديسكربشن تحت. اعملوا لي اد عشان ما تنسوش في كتب وروايات، ويا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك الموجوده في الديسكربشن تحت. والى اللقاء في المراجعه القادمه.